صباح الخير. الجوع ده حاجة في الفطرة، ربنا غريزة حطها فينا عشان ناكل، علشان احنا جسمنا محتاج طاقة. فتخيلوا لو احنا ما بنجوعش مهاش هناكل، فهيبقى عندنا مشاكل صحية كتيرة جدا. في ناس لما بتجوع بتستغرب جدا انها جعانة. طبيعي يا جماعة، احنا لما نجوع هناكل. طيب في ناس بتتعامل مع الجوع على انه صداع هيروح لما تنام، تقولك ده انا جوعت فدخلت انام. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ ما انت ستيل جعانه. فهيحصل حاجه من اتنين: يا اما دايما هنحس على طول انها هبطانه وهمدانه وحاسه بخمول واكتئاب بقى وضيق، وبتبوظ علاقه البني ادم بالاكل. ليه؟ لان اي علاقه دايما المنتاليتي بقى بتاعت الدايت ان هي عايزه تنظم الاكل، فتنظيم الاكل او تعمل دايت مرتبط انها هتتحرم، هتجوع. فبالتالي على طول كل ما تيجي تفكر انها تنظم اكلها هتفتكر على طول اعراض الضيق والاكتئاب، فعمرها ما هتفكر انها تاكل اكل صحي اصلا او تنظم اكلها. يا اما حاجه تانية، هتاكل كتير جدا طبيعي لان جسمي محتاج. فانا مش هنام هقوم الاقي جرعه، لا، انا هبقى ستيل جعانه وهبقى ستيل عايزه اكل، بالعكس ان هاكل اكتر بكتير. فبالتالي يا جماعه احنا لما نحس بالجوع ناكل. طبيعي لما ابقى جعانه اكل، لكن الاكل مش، الجوع مش هيروح لوحده. اوكي.